السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عساكم طيبين، ويا رب كده يكرمكم ويسهل لكم كل الامور. ونبدأ الوصفة بتاعتنا اليوم. احنا زهقنا من الاكل المعتاد، فلازم تجددي في مطبخك عشان ولادك ما يزهقوش ويبقوا دايما عايزين يطلعوا ياكلوا في مطاعم، يا اما يتصلوا ويجيبوا اكل من بره دليفري. فانت ايه عندك؟ صدرين فرخة قطعتهم كده زي ما هتعمليهم فيليه مثلا، زي ما بنعملهم البانيه، وشطفناهم كويس جدا. وبعدين هنتبلهم بالثوم البودر اهو. بعد الثوم البودر هنتبلهم بالفلفل الاسمر. تمام. بتكملي كل الدجاج بتاعك كله اهو. حطينا طبعا حله الميه على النار، وحطينا فيها ايه بقى؟ شويه زيت، معلقه زيت، وحطينا ربع معلقه ملح. وبعد كده بنزل بالمكرونه بتاعتي او الباستا اهي. اول ما تعمل كده شويه تقعدي تزقيها، ما تقطمهاش، خليها كده كبيره. انا عايزه الوصفه كده بالطريقه دي. تبلته بالفلفل الاسمر والملح والثوم البودر. بنزل عليه هنا كده في الدقيق، ما بخلوش ياخد كتير، هو بس من ناحيتين كده. تمام. بعد كده باخده احطه في الطبق بتاعي. بعمل كل الصدور بتاعتها نفس الطريقه، بحطه كده وبلف على طول كمان الناحيه التانيه. بصي بقى، بتحطي شويه زيت زيتون كده، مش كتير يعني، بصي حبه بس كده. هنشوح فيهم ايه؟ الدجاج بتاعنا. تمام. بعد ما الزيت سخن شويه بنزل كده بصدور الدجاج، يعني ما بتزيدش عن دقيقه كده من ناحيه، وبعدين تقلبيها من الناحيه التانيه. بعد كده بعد ما اتشوحت على الناحيتين بنزل بمعلقه زبده حلوه كده اهي. بعد كده بنزل عليها بعصره ليمونه. اوه على الطعام والروعه. وبنزل كمان ببشر ليمونه اهو. حبيبه قلبي، هتحطي كوبايه شوربه. لو ما عندكيش كوبايه شوربه هتحطي كوبايه ميه سخنه اهو، عشان طبعا الزبده عندنا سخنه. تمام. طبعا الدقيق اللي كان معانا في مع صوص الدجاج عمل معانا ايه؟ بصي انا عايزه كل الطعم اللي معايا ده يدخل في كوبايه الشوربه دي. هحط واحده مرقه دجاج اهو، وتغلي معانا كده الصوص ده. هو ده بقى اللي هيبقى صوص الباستا المكرونه التحفه. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان انا سلقت المكرونه وصفيتها. بنزل معاها بصوص الطماطم بالمكرونه اهو. هتودي المكرونه في حته تانية. بصوا الجمال والطعامه. بصي شايفه؟ بس ولا تقولي لي بقى ايه، ممكن تغرفيها في الطبق وتحطي عليها الدجاج، ممكن تقطعيه، وممكن تحطي عليها جبنه برمجان، ممكن جبنه رومي. تمام. طلعتها من الصوص بتاعها، ممكن بقى تاكليها كده. تمام اهي. ممكن تاكليها كلكم مع بعض في طبق واحد، وممكن تقسمي بقى كل واحد طبقه، بتشيلي له حبه كده وتقلبهم كده. تمام. وتروحي حاطه بقى ايه؟ الدجاج عليهم. انا بحب من مدرسه الايه؟ الطبق الواحد كلنا ناكله مع بعض. تمام. بتروحي حاطه كده القمر، الريحه روعه. بصي جربي الوصفه وصدقيني هتعجبك، وهتعجب حبايبك وولادك وايه، وهتقولي لي الله ينور يا شيف ناني. بصي القمر بقى الجمال. شايفه الوصفه حلوه؟ بصي جربي الوصفه دي ومش هتندمي، ووصفه تحفه. وان شاء الله اللي ما يعرفنيش، انا شيف ناني، بعمل وصفات جديده وحلوه وجميله، وان شاء الله تبهركم. وانا بحبكم في الله، بس نفسي تعملي لي اعجاب وكومنت لو امكن، وتفعلوا سر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واتفضلوا بقى معانا الوصفه العسل دي.